أنا من كتر ما أنا متحمسة أتكلم في الموضوع، أنا مش عارفة أبدأ الفيديو بجملة عاملة إزاي. يعني مثلا ممكن أقول إمتى تقول إن أنت إنسان كويس؟ لو حد سألك أنت إنسان كويس ولا وحش وقلت كويس، فكرت في إيه عشان تقول أنا كويس؟ يعني إيه الموقف اللي أنت افتكرته مريت بيه فتعاملت فيه صح، فأنت بترد من المنبع ده أو من الفكرة دي أنا إنسان كويس. يعني مثلا أنت كويسة علشان ما صاحبتيش قبل كده، انت تحفة علشان عمرك ما تعديت بالألفاظ ولا عملت حاجة غلط أو حرام. طب افرض ما عشان انت أصلا ما اتحطيتش في الموقف ده، عشان انت لو اتحطيت في الموقف ده هتعمل الغلط. يعني مثلا واحدة تقولي أنا كويسة، واحدة من غير ما تقولي خلاص يعني هي باينة، ولا مستحيل أعمل كده وحرام وغلط ومش عارفة ايه، عشان هي من بره. لكن لو حد جرب يفتح معاه كلام، حد جرب يرمي طعم، حد جرب يحطها تحت الامر الواقع، اللي هو مش يقول لها ما تيجي نعمل كذا، لا هو خلاص الموضوع هنا جنبنا تعالي جربي. يعني هو شدت ايد خلاص دخلت مثلا، دخلت المكان مسكت، دخلت المكان مسكت سيجاره مثلا، المخدرات وكده. لما اتحط في الموقف اتصرف ازاي؟ غلط. ممكن بقى في ناس بقى من هنا تكمل في الموضوع، يبقى هنا هو ايه؟ مش كويس، هو بس كان ناقصه يتحط، فهو فشل في الامتحان. فامتى فعلا تعرفي ان انتي كويسه من جوه؟ انتي لما تتحطي في الموقف ترفضي وانتي علشان من جواكي ايوه لا مش عايزه اعمل كده، ولو الحاجه اهي اسيب وامشي. لكن لو يعني حتى لو حد فضل يلعب في دماغي ويبعت لي مسجز مش عارفه ايه، اوقف الموضوع عن حده. مش يلا هجرب، طب من بعيد لبعيد، طب كلمه واحده، بسطت لنفسك الخطوه السليمه الاولانيه، ما انتي خلاص طلعت الدور، هيبقى سهل انك تطلعي. وصعب انك تنزلي لان انتي خلاص حسيتي بحلاوة الغلط، وفي نفس الوقت انتي مش بيجيلك عقاب من ربنا، او في نفس الوقت اهلك او اهلك ما اكتشفوش الموضوع. فانت مش هتلاقي عندك حاجة، خلاص انت بتموت ضميرك شوية شوية، ومش مش عندك حاجة انها تقولك لا. ليه تاني؟ لان انت العقاب مش بيجيلك بشكل فوري، لكن المتعة او البلاجر بيجيلك بشكل فوري. فانت هنا انت ازاي هتقدر تقول لا؟ فما تصعبش الدنيا على نفسك انك تخش في الغلط ولو بخطوات بسيطة، وحاول ان انت تعرف نفسك كويس قوي وتجهزها لما تتحط فعلا في الموقف ده. لان انت ممكن تقول لا انا ما بعملش الغلط عشان انت اصلا خايف مش صاحب مبدأ. خلي بالك، يعني في ناس بتعملش الغلط علشان هي جنب الحيط، اول ما حظها، ما هو ده الحته اللي انا بتكلم فيها، انه الحمد لله ان انت ما تتحطش في مواقف غلط او حرام. لو اتحطيت فيها مش هتعرف ترفض، وانت بيتهيألك انك بترفض، لا هو انت ما بترفضش، انت ما اتحطتش في الموقف، فانت مش هتخلقه لان انت خايف، انت جبان، انت مش صاحب مبدأ، انت بس خايف محتاج حد يشد ايديك. اتمنى تكونوا اشخاص كويسين، والموضوع ده خليه في بالكم، خليك جريء انك ترفض الغلط، وقول الحمد لله بجد على النعمة دي، لان الانسان بيضعف. ورغم ان الشيطان ان كده شيطاني كان ضعيفة، ان كده الشيطان ضعيف، ربنا قال كده في القرآن، ومع ذلك احنا برضو بنسمع الكلام. والشيطان في الاخر بيقول ايه؟ ليس لي عليكم بسلطان، اللي هو انا ما عملتلكش حاجه، انا ما ضربتكش على ايدك، انا بس قلت لك انت عملت، وهو فعلا عمل كده. شكرا.